تفرج معايا في هذا الفيديو، تفرج وخلي معاك شي تعليق زوين. كيقولوا لكم العدو التاريخي المغرب، ولاو يضر فيكم المغرب، ولاو يعفس عليكم المغرب، ولاو يسب فيكم المغرب، واللي راه صح اللي يقطع لكم الماء اوكي في الصيف وفي السخانه وفي الشتاء، ويقطع لكم الماء المغرب. علاه المغرب ويحكم في الماء تاع الجزائر؟ قولوا لي. اللي راهو داير لكم بطاله وما كانش خدمه، ما كان هم، ما كان والو في الجزائر، المغرب. قولوا لي برك. اللي راهو يدخل فيكم في الحباس على جال كلمه في الفيسبوك، المغرب. اللي راهو يفسد لكم في الطرقات وبعدكم شبنوات والانجازات بالرشوه، ويدلوا فيكم في الادارات وما يعطيكمش وراق، والمغرب. يا اخي انا ما طاوليش قنصليه الجزائريه، ما حبوش يعطيو لي وكاله، المغرب. وكي رحت اليوم اقسم بالله قالوا لي المغرب، والله غير قالوا لي المغرب، والله صح. شكون اللي يغتصب في بناتكم في خواتاتكم؟ المغرب. شكون اللي يفسد لكم في العداله؟ المغرب. شكون اللي يشعل لكم في النار في الصيف في الغابات وفي بلاد القبائل وفي الاخر؟ شكون؟ المغرب. شكون اللي يعمل لكم الفتنه هذيك اللي عملوها عند بني مزابره وصارت فيها قتلى وفيها؟ شكون؟ المغرب. قولوا لي تشوفوا شكون اللي راهو يدل فيكم اشد اذلال؟ شكون؟ في مراكز الشرطه في الدرك الوطني وفي شكون؟ المغرب. قولوا لي تشوفوا شكون؟ المغرب. الشباب اللي راهو يروح يموت في البحر، يروح في الزوارق، يهرب منين؟ يهرب من الجزائر. على جال شكون؟ المغرب. شكون اللي يعطي امتيازات للعاهرات، يعطيو لهم 7 8 ابارتمون، جوج عاهره بالمرسيدس، يعطيو لهم خزينه الدوله، ويعطيوهم؟ شكون؟ المغرب. شكون اللي راه يجيب الجزائريين بالدروغ؟ المغرب ولا خالد تبون؟ مغرب. المأساة تاعكم كامل يا جزائريين ماهيش المغرب. المغرب عمره ما حكم الجزائر، المغرب عمره ما قطع لك الماء، المغرب عمره ما ذلك، المغرب عمره ما حطك بطال، المغرب عمره ما أدلك في العدالة ولا ظلمك ولا حقرك. وبعيد عليك المغرب. اللي راهو يدل فيك، اللي راهو في السلطة في الجزائر، هما اللي يدلوا فيك. هما اللي يعفسوا عليك ويقهروا فيك ويفقروا فيك ويقطعوا لك في الماء، ويعتدوا على اختك وعلى بنتك وعلى مرتك وعلى اللي راهم في السلطة والمخابرات الإرهابية. ماشي المغرب، ماهيش المغرب، عمرها ما كانت المغرب. وانا بين قوسين نقول لكم حاجه اخرى، انا ولا مره نتجرأ اني نسب المغرب. ما نحكيش على السلطه تاع المغرب ولا حكومه المغرب، ماهيش نحكي عليهم، هي نحكي على المغرب والمغاربه. نقول لكم علاه. لانه اولا انا لست نكرا للجميل، انا جزائري، مواطن جزائري حر، ولست نكرا للجميل. نقول لكم علاه. لانه الملك محمد الخامس رحمه الله عليه وقف بجانب الثوره الجزائريه، واستقامت له، كلفت له هذيك الوقفه الى جانب الثوره الجزائريه، كلفت له من فاتوا فرنسا فاتوا الى مدغشقر، لانه كان يساند في الثوره الجزائريه. كيفاش حنا نروحو نسبوا احفاده؟ كيفاش حنا نروحو نسبوا المغاربه؟ هذا عيب وعار. وهذا دليل ويثبت انه الحركه اللي حاكمين الجزائر يكرهوه لانهم كلاب فرنسا، لو كان كما يقولوا هما مجاهدين ومحاربين وكانوا في الاخر كانوا يعترفوا باللي كان يعاون فيهم. لا، هذا مش صحيح. يكرهوه لانه كان يحارب في فرنسا مع مجاهدين وشهدائنا انذاك، محمد الخامس رحمه الله عليه. وانا لست نكرا للجميل، ونقول المغاربه ونقول حتى الاحفاد اللي راهم في السلطه، يعني ماشي في السلطه، يعني في الملك محمد السادس وابنه ويعني احفاده محمد الخامس، نقول لهم انا جزائري حر ولست نكرا للجميل، واعترف بالوقفه الرجوليه والنضاليه والشهمه تاع جدكم محمد الخامس رحمه الله عليه ملك المغرب. هذه الاولى. الحاجه الثانيه، انا عشت مع مغاربه، انا عشت في الخارج مع مغاربه ومع جزائريين،
ونقول لكم بكل أسف وألم نفضل المغاربة على الجزائريين، لأنه الجزائريين اللي درت معاهم فيهم اللي يصلح وفيهم اللي ما يصلحش، فيهم اللي يصلح وفيهم اللي ما يصلحش، فيهم اللي تدخلوا لدارك يدور لك بمرتك. الجزائريين قولوا لي ماشي صح، الجزائريين اللي كنت تسمع فيها قولوا لي ماشي صح. الجزائري كاين بعض الجزائريين يدخلوا لدارك يدور لك بمرتك، ها؟ وليت ما نخالطش الجزائريين، خالط الا المغاربه، لانه المغاربه في كل مره يوقفوا معايا وقفه رجوليه، وعمرهم ما كانت عندهم معاملات سيئه ولا سلوك سيء ولا معايا. وكاين بزاف جزائريين اللي عايشين في المهجر وسالوهم يقول لكم ما اقوله صحيح. نتشرف بصحبه المغاربه، انايا نتشرف. كاين صحابي مغاربه وقفوا معايا وقفه عمري ما ننساها، ولن اكون ناكرا الجميل معهم. تحياتي الشعب المغربي من اخوكم جزائري، تحياتي. ثم رجال اسياد الرجال.